أنا أستاذ سعد خليفة عن الإخوان المسلمين السويس، نحييه. تفضل. بداية أوجه تحية إلى شهداء مصر جميعا وشهداء ثورة 25 يناير. التحية الثانية تقدم إلى قواتنا المسلحة التي وقفت موقفا مشرفا عظيما مع الثورة ومع شباب الثورة ومع شعب الثورة. تحية ثالثة إلى الشرفاء العظماء من قوات الشرطة، لأننا نعرف أن كثير منهم شرفاء، والحمد لله أن هذه الثورة قد ميزت الخبيث من الطيب. عاوز أقول إخواني وأحبائي شعب الكنيسة وإخواننا المسيحيين، زي ما سمي اللي هو صدقي، إحنا طول عمرنا، أنا عندي 58 سنة، وزي ما قال اللي هو صدقي كان تحت منه الست ام مريم، انا كان تحت مننا طنط ام جورج، هو خالتي من مراد. انا كان تحت مننا كان طنط ام جورج، بنقول لها يا طنط ام جورج. وفي امين سين محروس كلكم تعرفوه ايضا، وزملاتنا في التوكيلات الملاحيه الاستاذ ويليام مجلع والاستاذ بشرى عيال والاستاذ لطفي سعد واختنا مريم سعد. يعني طول عمرنا بنعيش وعايشين احباء واخوه، مفيش حد بيفرق. لكن كان زي ما انا مش عايز برضه اطول في موضوع الشرطه، امن الدوله اللي كان بيعمل هذه التفرقه، والامور كلها وقعت والحمد لله. فنحن شعب واحد، ونحن في وطن واحد، ونحن في مركب واحده، وان شاء الله هذه المركب سترسو الى بر الامان بفضل التعاون بيننا وبين الشعب المصري كله. واحنا كاخوان مسلمين نقول احنا خدامين للشعب المصري كله. نحن دائما في الملمات نكون في المقدمه، وعند المغرب نكون في المؤخره، لا نريد شيئا لنا. وقد استخدمت الحكومه الاخوان المسلمين فزاعه للعالم وللداخل، لكن اقول احنا عايشين بينكم وشايفينكم وشايفيننا ومحتضنينكم ومحتضنيننا، واسالوا اخوانكم. الحمد لله لا نريد الا الخير لهذا البلد، مسلميه ومسيحيه، كبيره وصغيره، رجله وامراته. الامر الاخير، انا يمكن سيادة اللي هو اسامه امبارح اول امبارح كنا عنده في المكتب، وكان بيقول لي احنا خايفين من فتنه، قلت له عمر السويس ما حصل فيها فتنه. يعني كان بيحصل في المحافظات الاخرى، عمر السويس ما حصل فيها فتنه، وان شاء الله مش هيحصل فيها فتنه، لان احنا طول عمرنا شعب يجاهد، شعب حارب اليهود، مسلمين ومسيحيين حاربوا اليهود وصدوهم مش عن السويس بس، لا عن مصر كلها. فشعب السويس كله بكل طوائفه شعب اصيل، شعب يحب مصر، شعب يحب وطنه، شعب يريد التقدم لهذا البلد. واحنا بنطمن سياده اللواء صدقي وسياده اللواء اسامه ان احنا كلنا هنحافظ على السويس، وهتزدهر السويس وهتنمو السويس، وهتبقى اعظم بلد في مصر كلها ان شاء الله بفضل الجهود كلها. وان شاء الله احنا اخواننا في الشرطه ايدينا في ايديهم علشان ينزلوا الشارع باطمئنان ويحسوا زي ما كانوا هم بيقولوا بيدونا الامان، احنا بنديهم الامان دلوقتي علشان ينزلوا الشارع ويامنونا ونبقى كلنا مطمئنين. واشكركم مره اخرى، السلام عليكم. الشرطه فعلا نزلت الشارع، بقالنا النهارده حوالي اكثر من اسبوع، وكل يوم بفضل نشاط وحرفيه اللواء اسامه الطويل وحرفيه العميد سامي بقسم مباحث المديريه، بنعمل كل يوم شغل، او بلاش بنعمل دي، يعني هم بيشتغلوا كل يوم لوحدهم وبيبيعنا. والله يعني انا عايز اقول ان في حاجات بتتم، واحنا بنطلع منشور كل يوم ايه الاجراء اللي بيتم وايه مين المجرمين اللي بيتربط عليهم بواسطه الشرطه كل يوم، عشان الناس تعرف ان هم نايمين، الشرطه شغاله، انا ما بجيش معاها، لكن هي الشرطه اللي تشتغل، وهي اللي تشتغل، وهي بتقبض على المجرمين اللي بيروعوا الناس. وكل يوم بيتم اجراءات ومهاجمات في مجرمين، سواء هاربين من سجون او مجرمين بيروعوا الناس.
كل يوم بقالنا النهارده اسبوع الكلام ده بيتم، وحضراتكم برضه شايفين ان الشارع نزل فيه الشرطي ونزل فيه الفرد بتاع المرور، ولكن اللي انا بامله اللي كان بيقول امبارح القمص انطونيوس انه الناس يجب ان يكون عندها وعي. مثال، محدش يمشي في عكس الاتجاه بعربيته، محدش يركن صف تاني وتالت بعربيته، محدش يعمل حاجه بالعكس. ده احنا لابد ان احنا نعاون اهالي اسر الشرطه عشان ان شاء الله رب العالمين يحصل فعلا التامين الكامل والاستقرار الكامل لمدينه السويس.